الأخ هاشم من الأردن، سلام عليه. أبو هاشم من الأردن، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. مرحبا بكم. أنا علي أبو هاشم من الأردن. أهلا بكم. أنا مسلم سني ولست وهابي. الله يحفظكم. أريد بس أن أقول لكم أنه عندما تتحدثون عن ابن تيمية، أرجو من الشيخ كمال الحيدري نعم أن يقول الفيلسوف ابن تيمية ولا يقول ابن تيمية، لأنه ابن تيمية شق عصا المسلمين، وأتباعه الوهابية الآن في كل مكان يعوفون في الأرض. نعم. فنحن نرجو أن يبين الشيخ كمال الحيدري بأنه المسلم السني هو ليس وهابي. جزاكم الله. الوهابية نعم. فئة ضالة أضلت وشقت عصا المسلمين في كل مكان. شكرا جزيلا للأخ. شكرا على هذه المداخلة. وفي الواقع بأنه هذه الحلقات إنما بنيت على هذا الأساس، وهو للتمييز أن أتباع ابن تيمية إنما يستندون إلى المنهج الأموي وإلى المدرسة الأموية، ولا علاقة لهم بمدرسة الصحابة وبمدرسة أهل السنة والجماعة. نحن نعتقد أن مدرسة أهل السنة والجماعة هم يتفقون معنا في كثير من القواعد فيما يرتبط بالعترة وأهل البيت، يحبون ويجلون ويعظمون. نعم، قد نختلف معهم ويختلفون معنا، ولكنهم يختلفون على أسس محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا بخلافه في النهج الأموي، فإنه قائم على أساس الانحراف عن النبي، بل الانحراف في التوحيد والانحراف في النبوة والانحراف عن أهل البيت. وهذا إن شاء الله أدعو الله أن أوفقه لبيانه. والآن الذين يسمون أنفسهم أتباع ابن تيمية واقعا نهجهم هو النهج الأموي، وأنتم تجدون أمثلتهم الذين يخرجون من بعض الاتصالات ويتضح مستواهم العلمي إلى أي مستوى.